يا شباب عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ لا والله مستر تمام، كله تمام زي الفل. طيب خلاص بقى رجعنا من الاجازه بقى، عايزين بقى نبدا كده الترم التاني بتاعنا عشان خلاص احنا في تانية ثانوي وكلها كام شهر وهنبقوا في ثانويه عامه، فالموضوع مش صعب بس محتاج مننا تركيز. خد بالك، تركيز واهتمام. طبعا اهم ماده بالنسبه لنا هي الانجليزي، لان دي طبعا متراكمه زي ما احنا عارفين، واللي بناخده في تانية بناخده كمان في تالتة، فلازم نكون مركزين خاصه في الدرس ده. الدرس ده مهم جدا جدا، فمحتاجكم تركزوا معايا كويس، لانه بيتكلم على حاجه انتوا خدتوها قبل كده بس ممكن برضه ما تبقوش فاكرينها كويس. ايه الافعال اللي ينفع احط لها اي ان جي، والافعال التانية اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي. فاحنا وظيفتنا في الحصه دي نعرف الافعال ده هي والافعال التانية اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي. في بقى معلومه مهمه جدا، خد بالك، ومش هتسمعها طبعا الا هنا، وطبعا موجوده عندنا في المنصه بتاعتنا. ممكن انت تشترك في المنصه دي عشان تعرف المعلومه اللي في منتهى الخطوره اللي هقولها دلوقتي. معلومه هتسهل عليك الموضوع تماما وهتخلي الانجليزي بالنسبه لك يعني تافه جدا. المعلومه بتقول يا اولاد ان افعال الثبات، ركز معايا، والحاله، تاني الثبات والايه والحاله ما ينفعش احط لها اي ان جي. انت مركز معايا في الكلام ولا لا؟ ما ينفعش احط لها ايه؟ اي ان جي. زي ايه؟ تسالني بقى تقول لي زي ايه يا مستر نادر؟ افعال الثبات والحاله. هقول لك زي مثلا افعال الاعتقاد والحواس والادراك. زي مثلا انت عندك نو يعني يعرف. فعل ادراك ده ولا مش ادراك؟ هتقول لي يا مستر نادر فعل ادراك، اقول لك بس علشان كده ما ينفعش ان انا احط له اي ان جي، وما ينفعش اقول I am knowing. طب مستر بس معلش يعني لو سمحت، كان عندي بس اي حبيبي طول. هو حضرتك بتقول ان افعال الادراك ما ينفعش ان انا احط له اي ان جي. طب انا شفت قبل كده الفعل learn اللي هو معناه يتعلم. اعتقد يتعلم ده من الافعال بتاعت الادراك دي، بس انا شفته قبل كده كتير محطوط له اي ان جي، فلو سمحت ممكن توضح لي الحته دي يعني. لا ليرن الفعل، انت بتقوله كده ليه؟ بتقوله كده ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمه ليرن يا حبيبي، اتعلم. مين اللي قال لك على النطق ده؟ النطق ده غلط، اسمها ليرن. ليرن ده بقى ينفع يتحط له اي ان جي عادي، وما بنعتبروش من افعال الادراك ولا حاجه. فغير افعال الادراك خالص، في بقى افعال الحواس ما ينفعش برضو ان انا احط لها ايه؟ اي ان جي. ليه بقى؟ تسالني ليه؟ اقول لك زي سي مثلا، يرى او يشوف. مش ده من افعال حاسه دي ولا مش حاسه؟ هير يسمع، ها حاسه دي ولا مش حاسه؟ فعشان كده ما ينفعش اقول I am seeing وما ينفعش اقول I am hearing. طب مثلا معلش يعني انا اسف بس سؤال تاني. نعم يا حبيبي، نعم يا حبيبي، عاوز ايه؟ عاوز ايه يا بابا؟ هو مش تاتش اللي هو يلمس ده من الحواس برضو صح؟ وحضرتك قلت افعال الحواس ما ينفعش ان انا احطها. لا ما تاتش بقى ده اهي تاتش، يلمس دي من افعال الحواس ايوه طبعا، ولكن عادي بقى احنا بنعتبرها ايه؟ عادي ان احنا نقوله مثلا هي از تاتشنج اي حاجه. فاحنا تاتش دي مش بيتحط لها عادي يعني ايه الاي ان جي. فاهم حاجه يا ولاد بالنسبه لنا ايه؟ يا دي امشي يا ابني، امشي يا حبيبي، في ايه يا بابا؟ في ما تسمح يا بابا، ما تسمع يا بابا الكلام عايز ايه بس؟ برضه جا في دماغي دلوقتي فعل كنا خدناه قبل كده كتير، وانا شفت كتير محطوط له اي ان جي، اللي هو واتش، اللي هو listen. واتش يعني يشاهد، اعتقد دي حاسه، وليسن يعني يستمع. ما هو برضه دول حواس، بس ليه دول بحط لهم اي ان جي وسي وهير لا؟ لا ما واتش بقى ده اهي. وبعدين اسمها واتش بقى. طب تنطق فين يا اتخدت مع مين قبل كده؟ كنت باخد مع مستر نادر. ما عشان كده انا عارف الواد ده بيقول لك قال ايه اسمها واتر. ما احنا ما اعرفش حاجه، هو ما اعرفش حاجه، هو اسمها ووتر، اسمع لنا من دي. بص يا ابني اهو، الفعل واتش يشاهد طبعا دي حاسه وكل حاجه، وليسن اللي انت بتقول عليها دي برضو يستمع حاسه طبعا، ولكن دول بقى بنحط لهم عادي الاي ان جي
ويعني ايه افعال الحواس عادي ما بنحطلهاش، ولكن دول تحديدا بقى وتاتش بنحط لهم عادي الايه الاي ان جي. فالدرس ده يتذاكر، الدرس ده يتذاكر كويس جدا، تمام، عشان احنا في ثانيه ثانوي لازم الموضوع يكون ايه مهم، وتاخد كل حاجه ايه باهتمام وبتركيز، عشان احنا خدنا دلوقتي افعال الايه الحواس اللي ما ينفعش يتحط لها. يلا اشوفكم على خير، عايزين حاجه ذاكروا كويس ها، وعندنا الصفحتين دول واجب، يلا اشوفكم على خير، مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. طب بس نيل اسكت بقى يا جدع، انت عيل بارد. السلام عليكم يا جماعه، انا اسمي نادر رجب، مدرس اللغه الانجليزيه، والفيديو ده انا عامله لهدف واحد وغرض واحد، هو ان للاسف بشوف طلبه كتير جدا في ثانوي بالتحديد فاكرين يا عيني ان لو هم حافظين اللي في الكتاب في اي ماده على فكره، او عارفين كل المعلومات اللي في الكتاب، فبالتالي هم كده في الثانويه العامه هيجيبوا درجه حلوه. دي طبعا حاجه غلط خالص خالص خالص، خاصه في الانجليزي في مشاكل بالهبل. اهمها هي ان الطالب بيفتكر ان اللي موجود في الكتاب سواء المعاصر بقى او جيم او اي كتاب خارجي، وطبعا بالتبعيه المدرس بيشرحه وما بيقولش غيره، هو بيفتكر ان هو ده بس هو المنهج، فانا لو عارف ده اعرف احل اي سؤال. بس بينتج عن ده الاعتقاد ده كثير من المشاكل، هو ان في الاخر يا اما الطالب بيبقى عبقري اوفر او بيعرف يحفظ جامد جدا جدا فبيتعامل وبيجيب درجه حلوه، بس طبعا عمره ما بيتعلم انجليزي كويس بالطريقه دي، عمره ما هيطلع مثلا يتكلم من غير ما يفكر او يفهم حد بيتكلم انجليزي على طول. لا، هو عمره ما هيتعلم اللغه، هو بس ممكن يعرف يحل. فمن اكتر الازمات او اكتر الدروس اللي انا بشوفها فيها الموضوع ده اللي هو ايه، بيتقال كده والله العظيم، بيتقال الدرس ده حفظ او الافعال دي حفظ. يا جدع يا راجل، فكان لازم اعمل حاجه اوضح بيها بقى لكل الناس، فانت انشر الفيديو ده على قد ما تقدروا، يعني وديه لاي حد في ثانويه عامه، هو هيفهم، هيعرف ان انا حاسس بيه وانا عارف هو بيعاني من ايه. في كارثه في 3 سنين اولى وثانيه وثالث ثانوي، درس كارثه، هو قذر. لو انت هتذاكره بالطريقه دي، خاصه في تانية ثانوي تخش كده في الوحده الاولى كانه بيقول لك في افعال يتحط لها اي ان جي وافعال لا، وهنا تبدا الكارثه. يبص المدرس في الكتاب يلاقي مكتوب ايه؟ افعال الحاله. ليه؟ لانها في كتاب اكسفورد بتاع الجرامر اللي احنا منهجنا بيجي منه، مكتوب كده stative verbs. راح طبعا الكتاب بيجيب المنهج من هنا، بيجيب الجرامر من هنا، فراح جاي مترجمها افعال الحاله. ويقول لك بقى افعال الحاله دي زي ايه؟ زي الافعال الاعتقاد، زي think. طب ما think معناها يعتقد ومعناها يفكر، فيجي الولد كده يبص ايه، لو think معناها يفكر يتحط لها ing، لكن لو think معناها يعتقد ما تحطلهاش. ليه؟ محدش يجاوب على السؤال ده، فيبدأ الانجليزي يبقى صعب شويه. نيجي للكارثه بتاعت الحواس، بتجنني كل ما اسمعها. يقول لك افعال الحواس ما ينفعش يتحط لها ing. طبعا الحاجه المنطقيه او البديهيه، طب ما تاتش في حاجه اسمها I am touching، ليه بقى يلمس؟ ما هو حاسه اهو، لا ده ينفع. طب سماو، قال لك ممكن يتحط له ing بعد ما قال لك الحواس لا. دي المعلومه اللي الطالب خدها. يقول لك معلش سماو بقى يشم، هو ممكن خلي بالك يكون يتحط له ing عادي لو معناها يشم، لو معناها يشم حاجه، بس احيانا لو هي معناها، والله العظيم ده اللي بيتقال وده اللي موجود في الكتاب، ولو اي مدرس من المدرسين الكبار جدا شايف الفيديو ده فهو هيفهمني. قال لك هو احيانا بقى يشم دي يتحط له ing واحيانا لا، وانت ذاكر، وده اللي موجود في الكتاب وعندكم الكتب بصوا فيها في الوحده السابعه في تانية سنه. وزيها بالظبط تيست، قال لك لو حاجه معناها مثلا لو انا اريد مذاق وكذا، لو انا عايز المعنى ده فساعتها ما ينفعش، لكن حد بيتذوق ساعتها ينفع احط لها ing. فتخيل بعد اللي انا عمال اقوله ده انا عمال اقول عناوين، وحضرتك دلوقتي ممكن تكون مش فاهم اصلا العناوين دي ايه اللي انت عمال تقوله، ايه اللي ينفع وبعد كده ما ينفعش، المفروض الطالب بقى يفهم ايه. بينتج عن كده في الاخر ان الانجليزي صعب، او ان العيل يحفظ كل حاجه في مكانها فيعرف يحل صح، يقول لك دي كانت في الجدول الفلاني، بس طبعا ما اتعلمناش يا جماعه انجليزي. فانا جاي هنا اقول لك هديه، حاجه مش موجوده في اي كتاب، وكالعاده الحمد لله اي حاجه في الانجليزي دايما بقول عمرها ما هتكون حفظ، لان انت لو بتعرف تتكلم انجليزي كويس
مفيش اصلا حد بيتكلم انجليزي كويس يا جماعه بيقعد يفتكر يقول ثواني والنبي يا كابتن معلش، الفعل اللي انا هنطقه ده هو ده كان في انهي جدول، ولا ده كان يعتبر من افعال الحاله ولا ايه، ثواني بس عشان افتكر واعرف اقوله صح. لا يا جدعان، اللي بيتكلم انجليزي بيتكلم انجليزي صح عادي. فاكيد يعني اللي في دماغه حاجه غير الذاكره، هو مش بيرجع للي هو حافظه، هو بس متعود على حاجه بسيطه. فانا جاي خلصت موضوع الاي ان جي ده خالص 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 تماما بالنسبه للافعال اللي ينفع يتحط لها اي ان جي واللي ما ينفعش. حبيبي شرط وحيد عشان احط للفعل اي ان جي هو ان الفعل يكون خد وقت في وقت معين بس. تاني، ان الفعل يكون خد مده، اخد فتره عشان يحصل فيها في وقت محدد بس. دي انت لو عارفها مش تحتاج بقى كل الحفظ ده. ده لاي حد على فكره، حتى لو مش في ثانوي، حتى لو انت يعني ضعيف جدا في الانجليزي. يعني مثلا بناء على المعلومه اللي انا قلتها، لما نمسك بقى حاجه من الحاجات اللي بتعقد الطلبه ومش لاقيين لها اجابه، زي مثلا smell، يشم. انا عمري ما قلتها هي ما بيتحطلهاش اي ان جي عشان هي من الحواس، ده كلام انا شايفه يعني انا اسف كلام عبيط. لان smell، يشم، لو انت خدتها بالمعنى ده ساعتها انت تعرف لوحدك امتى بقى يتحط لها اي ان جي. يتحط لها اي ان جي عادي لو حد بيشم حاجه في لحظه معينه بس. فدلوقتي مثلا لو انا ماسك ورده فاقول ايه؟ I am smelling the rose. أنا بشم الوردة، مجرد ما رميتها الفعل خلص. فعشان ده فعل حصل أو خد وقت في لحظة معينة بس، بعد كده سبت الوردة، فالفعل خلص فينفع يتحط له ing. لكن لو smell هنا معناها ريحته كذا. ثواني بقى، هو مش لما يكون في حاجة كده كده أي حاجة في الدنيا بتطلع ريحة، هتقولي يا نادر أي حاجة ليها ريحة. طيب مش أي حاجة ليها ريحة، مش الفعل ده كده كده مستمر أصلا على طول. يعني انا مثلا لو معايا ورده هقول لك الورده ريحتها حلوه، هنا ما ينفعش طالما سميل جت بمعنى ريحتها ما ينفعش اعطيها اي ان جي. ليه؟ لان هنا المعنى ماليش دعوه باللفظ، خلي بالك، المعنى نفسه مستمر خلقه ربنا. يعني الورده بتطلع ريحه، فاكر الشرط بتاع الاي ان جي ان يكون فعل شغال خد مده في وقت ايه محدد، لكن الورده دي طول ما هي موجوده بتطلع ريحه. امتى اقدر اقول دلوقتي بس؟ لا، او كمان 10 دقايق هتفضل اصلا، هو اصلا الفعل مستمر وكمان 10 دقايق. الفعل اللي لا يمكن ايقافه واعاده تشغيله هو ده اللي ما ينفعش احط له اي ان جي. تقول لي على كده بقى نقيس الموضوع ده على تيست، لو حاجه طعمها كذا يبقى هنا ليها مذاق، واي حاجه في الدنيا ليها مذاق دايما، مفيش حاجه في الدنيا بتبطل يبقى ليها طعم، لا اي حاجه في الدنيا ليها طعم معين. فطالما الفعل تيست ده جاي بمعنى طعمه وده معنى مستمر خلقة ربنا، فطبعا مش منطقي ان انا احط له الحاجة اللي بتبين انه كان مستمر. ما هو اصلا معناه ما بيقفش، يعني معناه مستمر على طول. فهي دي الحاجات اللي بتمنعني ان انا احط الفعل اي ان جي. لما تمسك بقى فعل زي مثلا نو، يعرف، طبعا مش علشان نو فعل من الافعال اللي مش عارف يقولوا ادراك ولا ايه، لأ، علشان نو يعرف. صح يا نادر، ده يعرف ده ما ينفعش أبطّل أعرف. يعني لو أنا عرّفت حضرتك اسمي، أنت دلوقتي عارف اسمي صح؟ الفعل عارف ده، تعرف توقّفه؟ تعرف تبطّل تعرف اسمي؟ غصبٍ عنّك مش هتعرف، يبقى يعرف ده اللي هو نو فعل معناه مستمر على طول ما بيقفش. فطالما معناه هو أصلًا خلقة ربنا مستمر، فمش منطقي إن أنا أحط له الحاجة اللي بتوضّح إنه كان مستمر في وقت محدد. فهمت قصدي إيه؟ فالمعلومة دي تخلّيك خلاص عرفت كل الأفعال اللي في اللغة الإنجليزية اللي ينفع يتحط لها ING واللي ما ينفعش. طبعًا في بعض التريكات والحاجات البسيطة اللي باكمّل لك بيها المعنى ده، هيبقى صعب جدًا إن أنا أقولها في الفيديو ده عشان بتكون طويلة، بنقولها مع بعض في الحصص بتاعتنا. خلاصة الكلام إن ما فيش أي حاجة حفظ بس، عشان حرام عليك يبقى أنت في أولى وتانية ثانوي بتدفع كل الفلوس دي، وتروح في تالتة ثانوي مقتنع إن أنت لمّا تحفظ الكتاب كله هتنجح، لأ أنت ممكن تسقط عادي. اعرف بالمعنى، وأي حاجة في الإنجليزي مدرس قال لك إن هي كده أو أنت مش لاقي لها إجابة منطقية، فهو قال لك معلش بقى ما هو الإنجليزي كده فلازم تذاكره، اعرف إن هو بس مش عارف الإجابة. أنا نادر رجب، وأشوفكم على خير في معلومة جديدة، وإيه، سلام.